أيمن أبو نصر، مرحبا بك اليوم في البودكاست ديال يونايتي. تعطينا واحد تقديم صغير على راسك. اولا شكرا على الاستضافه ديالكم في الكلوب يونايتي. وكنحييكم على العمل اللي كتقوموا به، عمل جد رائع. ويعني في توسكي اورينتاسيون اي حاجه هو التوجيه ديال الطلبه الجدد، صراحه تقومون بواحد العمل اللي هو جد رائع. انا ايمن ابو ناصر، طالب جامعه محمد الخامس بكليه العلوم بالضبط. في السنه الثانيه ماجستير، ماستر سبيسياليزي اون سيونس اي تكنولوجيا ناغرو اليمونتير، يعني علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائيه وكذلك الفلاحيه. الوغ نرجع بك شويه اللور. فاش خديتي الباك ديالك، الوقيته اللي خديتي الباك ديالك، واش كانت اصلا الوجهه ديالك النهار الاول انك تختار انك تدخل كليه العلوم، ولا كانت عندك واحد فيزيون واحده اخرى وكان هذا بلان بي؟ انا صراحه بعدا في الكليه العلوم كنت درتها انا باش نعطيك كتوضيح. هو انني ملي خديت البكالوريا ديالي، توجهت لكليه العلوم، توجهت للبيولوجي. وفي العام الثاني ما كملتش في كليه العلوم، وانما مشيت للمدرسه العليا للتكنولوجيا وقريت فيها لمده عامين، وخديت الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا ديالي تماك. ومن بعد رجعت عن طريق الاجازه المهنيه في كليه العلوم. ولكن بالنسبه لكليه العلوم هو ولا فيها واحد النظام جديد اللي كيعتمد على لا سبيسياليزاسيون. يعني ما بقيناش كنقراو تو سكي فوندامونتال او ديبي. هو بيان سور كيكون واحد العام اللي هو كيكون ترون كومان، ولكن من بعد في العام الثاني كيكون الاختيار ديال الشعبه. مهم بالنسبه لي انا كشخصيا في الاول كنت لقيت واحد الصعوبه في هذا النظام ديال الفوندامونتال. يعني كتقرا يا بيولوجي يا جيولوجي. انت في الاول كتقرا بي سي جي، يعني بيولوجي جيولوجي علوم الحياه والارض، وفي العام الثاني كتختار واش كتمشي في الجيولوجيا ولا كتمشي في البيولوجيا. انا لقيت واحد الاشكال، داكشي علاش انايا ما كملتش العام الاول ديالي ومشيت للمدرسه العليا للتكنولوجيا، لانني تقبلت فيها وكنت في جيني بيو اندستريال، يعني هندسه الصناعات الطبيعيه. ومن بعد رجعت لكليه العلوم عن طريق اجازه مهنيه. على ذكر ذكرتي قلتي الفيزيك بيولوجي جيولوجي وكل شيء، على هذا الحساب شنو هما لي فيليير اللي ممكن اللي كاينين في كليه العلوم حاليا بالنسبه حاليا كان المنهج الجامعي الجديد اللي هو اظن كان شامل جميع كليه العلوم والكليات في المغرب كامل. تختار من الاول جو بونس. تماما كان جا به السيد الوزير. كان حيت لنا باش نعرفوا راه كان باشلر قبل منه، كان في 4 سنوات، ويا ريت كون بقى الباشلر، لان غينفع بزاف ديال الطلبه اللي غيبغيو يكملوا على برا. لا سيما انا على برا كيطلبوا لك 4 سنين في الباشلر ديالك. ولكن على اي المنهج الجديد هو انه كاين توجه في الاختصاص، كاين يعني التوجه في الاختصاص من السنه الاولى. غير هو السنه الاولى كتكون سنه يعني كما قلنا ترون كومان. بحال دابا مثلا ناخذوا حنا الشعبه ديال الرياضيات، ولا الشعبه ديال الاعلاميات، مثلا لانفورماتيك. كنلقاو 3 ديال الشعب، كنلقاو 3 ديال التخصصات. كاينه انتيليجنس ارتيفيسيال، انفورماتيك ابليكي، وثالثه ما كنعقلش. المهم يعني غير باش نفهموا بالضبط شنو كاين. كاينين هاد 3 ديال التخصصات. في العام الاول كتقرا ترون كومان، يعني كيكون كلشي كيقرا نفس البروغرام. في العام الثاني كتمشي مثلا انت اختاريتي انتيليجنس ارتيفيسيال تقيد فيها، كتمشي نيشان للتخصص ديالك في العام في الاس 3. زائد انه النظام هو حيدوا مشروع التخرج، يعني لو بروجي فان ديتود تحيد. شنو ولاو بلاصتو اللانجويجز، يعني اللغات. كذلك انا خصها تكون عندك دبلوم لغه، مثلا في الفرنسيه ولا في الانجليزيه ولا في الاسبانيه مثلا. وخا فضل النطاق انا نسينا العربيه، رغم انها من اكثر اللغات تداولا في العالم نسيناها. كذلك سوفت سكيلز، يعني ليدرشيب، كوميونيكيشن، يعني خص يكون عندك دي سوفت سكيلز. هذا ستان بروغرام اللي هو اللي يعني كيقريو لي سوفت سكيلز.
هذا هو النظام الجديد. ولكن النظام الجديد فيه واحد لي كريتير، شروط. بحال دابا مثلا الا بغيتي يتم انك تدخل لانفورماتيك، حنا لقينا انا اشتغلت مع اللجنه ديال التسجيل في الاول العام، هذا العام هذا، لان هذا البروغرام اول مره غادي يتم التطبيق ديالو هو هذا العام. يعني انك بعدا باش تولج يتم ان القبول ديالك في التخصصات ديال الاعلاميات ديال الانفورماتيك خصك تكون سيونس مات. الا ما كنتيش سيونس مات خصها تكون عندك مثلا كنتي اس في تي ولا كنتي بي سي خصها تكون عندك 12. هي لو سوي، وهي لو سوي 12 زائد ان النقطه ديال المات ما تكونش هابطه، يعني ما تكونش هابطه على 10 ولا هابطه على 12. داكوغ. هذه في ديال المعلومات هذه ديال الانفورماتيك وتي ديال المات، لان حتى المات كنلقاو مثلا في المات كنلقاو المات ابليكي، المات فوندامونتال، يعني ما بقيناش بحال شحال هذه. بحال دابا نعطيكم مثال انايا مقارنه مع هذا العام والعام اللي فات، هذا العام والعام اللي فات. مثلا ناخذوا البيولوجي الديبارتمون دو بيولوجي العام اللي فات كنتي كتبدا البيولوجي باركور ديالك، كتبدا بيولوجي جيولوجي العام الاول. العام الثاني كتختار يا بيولوجي يا جيولوجي، كتمشي ما تنختاريش انا البيولوجي. العام الثالث كتختار بيولوجي انفيرونمون ولا بيولوجي سونتي ولا بيولوجي فيجيتال. هنايا الطالب يعني كيدخلوا شويه ديال الشك، وانه كيحير واحد شويه، ما كيعرفش الاختيار ديالو فين كاين، لانه ما كيعرفش شنو الماستر اللي ممكن انه يختار. هنا الطلبه كيتحملوا شويه المسؤوليه، لانه ما كاينش داك البحث. ما كاينش داك البحث، يعني خاص الناس تبحث. انت في واحد المرحله ديال التكوين الجامعي، فانت مسؤول على نفسك ومسؤول على التكوين، فما كاين حتى شي واحد هو مسؤول على التكوين ديالك. فلانه هو حنا ما عندناش حنا واحد المبدا ولا واحد العقليه ديال التكوين الذاتي، ما عندناش بزاف في المغرب. يعني خاص الطلبه يعاودوا بالتكوين الذاتي، على انني انا كنقرا هذيك القرايه، ولكن اون ميم طون انني كندير واحد لوطو فورماسيون ديال لا بيرسوناليتي ديالي. ومهم التكوين الذاتي مهم اكثريه في الكليات تماما اكثر من لي زيكول. تماما. صراحه الناس ديال اظن ان الناس ديال لي زيكول تيكون عندهم هذاك التكوين الذاتي، كيكون داك التكوين الذاتي، لان كتكون لا بروموسيون قليله ولا كيكونوا قلال ما في تماما. والكليات كيتعتبروا انها مضيعه للوقت، وانها واحد المؤسسات ديال الهاويه، في حين ان اطر كبار ديال الدوله خرجوا من المؤسسه العموميه ومن الكليات العموميه. هادشي اللي خاص يوعى به الناس. غير هو راه المجتمع ولا مثلا ولا الدوله راه ما مسؤولاش على الاختيار ديالك. يعني هنا فين كتدخل الاورينتاسيون باش كنديرها، ملي كندير السيلف اورينتيشن، ملي كنديرها انايا يعني لراسي كندخل في البحث. خصني نبحث، خصني نقلب، خصني الفو شيرشي، الفو لير دي زارتيكل عندهم علاقه بالاورينتاسيون. انا عندي واحد الدومين في بالي، مثلا انايا بغيت نكون جيني سيفيل، انجينيور جيني سيفيل. انا في البكالوريا كنمشي كنقلب على جميع المؤسسات اللي يمكن لها تعطيني هذا التكوين. التوجيه الذاتي هذا هو التوجيه الذاتي، يعني خصو يكون، يعني حنا انت انسان المهم، حيت هو التوجيه الذاتي كيكون عبر مراحل. المهم باش ما نبعدوش على الموضوع، هو ان ناخذ البيولوجي، يعني كيكون بيولوجي انفيرونمون، بيولوجي فيجيتال، بيولوجي سونتي. حاليا ما بقاش هذا النظام اللي كاين، هو انك في الاول كتشوف مثلا كاينه لا بيوتكنولوجي فيجيتال، كاين عاوتاني جيني دو لو اي لونفيرونمون، كاينه فيتوثيرابي، جو بونس فيتوثيرابي شي حاجه فارماسي. يعني من هنايا انت كتحاول هادو لا شي الا سمعتي هاد لي فيليير كتحس بهم انهم دي فيليير سون سبيسياليزي، وانهم دي فيليير ديال الماستر. دابا هاد جيني دو اي لونفيرونمون كاينه ديجا كاين ان ماستر il existe في لا فاكولتي دي سيونس، ديجا كاينين. يعني هذا هو النظام الجديد. هذا النظام يعني انا ملي كندخل مثلا درت جيني دو اي لونفيرونمون، كنقرا العام الاول ديالي كنقرا فيه لي ماتيير بيولوجي، جيولوجي، فيزيك، شيمي، ماتيماتيك اي ان بو دو سوفت سكيلز و لي لونغ. في الاس 3 كندخل التخصص ديالي، كنبدا نقرا على لو
كنقرا على الهيدروليك، كنقرا على لونفيرونمون، كنقرا على بحال هذه. قلتي التخصص ما خلاوهش العامين ديال الماستر تماما ردوه من تماما ليسانس من الاول. تماما هادشي اللي كاين. يعني ردوهم دي ليسونس ديكسيلونس، لو بروغرام ديال لي ليسونس ديكسيلونس اي لي ليسونس لا ريفورم راه بروفيسيونيل. دارت ماشي غير في كليه العلوم، زعما في كاع كليه العلوم ديال المغرب دارت في بزاف تماما داروا في الكليات كاملين. دونك هضرنا على لي فيليير اللي كاينين في بيولوجي، اللي كاينين في لانفورماتيك. دون تو لي كا راه غادي نخليو لكم اللين في الديسكريبسيون اللي غادي تلقاو فيه لا ماجوريتي ديال لي فيليير اللي كاينين، باش كومسا تكونوا مزيانين. راه غتلقاوه زعما في اللين في الديسكريبسيون. باش كتدخل لكليه العلوم كما قلتي. دونك جو بونس سا ديبون. بحال مثلا فاش كتبغي تدخل لانفورماتيك ولا المعلوميات كيخصك كما قلتي تكون سيونس مات، ولا الا كنتي بي سي اس في تي ولا هذا خاص يكون لو سي هو 12. كاين شي معدل تقريبا بالنسبه لي فيليير الاخرين اللي ما خصكش ديباسي باش تانتيغري كليه العلوم؟ هو بالنسبه للمعدل كاين في لي ماتيير غير في لي فيليير ديال الماتيماتيك وديال لانفورماتيك. ولكن الا كنتي مثلا انت اس في تي بغيتي دير البيولوجي فكيكون الولوج سهل. يعني عندك 10 ديالك، عندك البكالوريا ديالك كتدخل. كذلك بالنسبه للشعب ديال الفيزياء والكيمياء نفس الشيء. بحال دابا مثلا باش نحطوا الطلبه في الصوره. الا بغيتي الولوج الشعب ديال البيولوجيا والجيولوجيا اللي هما واحد الشعب كاينه تقريبا البيولوجيا فيها 3 شعب والجيولوجيا فيها 3 شعب. هما كاملين 3 شعب. كاين البيولوجيا، الجيولوجيا، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات والمعلوميات. يعني كاينين 6 وكل وحده فيها 3 ديال الشعب مختلفين. يعني انت كحامل البكالوريا ديال علوم الحياه والارض وبغيتي تدخل شي شعبه في البيولوجيا والجيولوجيا كتدخل نيشان. بغيتي تمشي للشعب ديال المعلوميات ولا ديال الرياضيات خصك 12. خص تكون عندك 12 في المعدل العام ديال البكالوريا، وكذلك فوق 12 في المعدل ديال الرياضيات. وغير البكالوريا ديال اللي كيكونوا سيانتيفيك. غير البكالوريا. شوف الكليه العلوم كيدخل لي غير سيانتيفيك، لاتر سيانتيفيك. داكوغ. لان لي سيونس هما هي كتبقى فلسفه وحده كاملين اللي كتجمع اللاتر كتجمع السيونس. ولكن بالنسبه لواحد لاتر ما يمكنش ليه انا يدخل كليه العلوم لان ما قرا عنده الرياضيات قاريها قليل يعني ما يمكنش. واخا دخلنا لكليه العلوم قرينا وكل شيء. خدينا مثلا الدبلوم ديال الدوغ ولا الدبلوم ديال الليسانس الاجازه. شنو ممكن داك الطالب يدير من مورا الدبلوم ديال الدوغ ولا من مورا الدبلوم ديال الاجازه؟ مزيان، سؤال زوين في محله. يعني دابا ملي كان حنا بعدا النظام الجديد ولا كيحتم عليك انك تكمل الاجازه. بغيتي تكمل الدوغ راه انت غتكون خاسر، ولكن انا كنصح كل شيء خص بنادم يكمل قرايته. هذه اقل ايمان الاجازه. المهم الاجازه انك مثلا ممكن انك زعما يكون عندك واحد الولوج للمدارس العليا بحال لينيم، المدرسه الوطنيه للمعادن، الطاقه والمعادن، ليمي ليكول محمديه دانجينيور. كذلك يتم الولوج. يعني هنا كدوز، يعني خص يكون عندك نقاط مزيانين وكدوز دي كونكور باش ممكن انك زعما تمشي لهاد المدارس. كذلك لو اش تي بي المدرسه الحسنيه للاشغال العموميه، كذلك لينسيم. كذلك الا كنتي داير واحد التخصص ميكانيك ولا الكتريسيتي في كليه العلوم وعندك واحد النقطه مزيانه ممكن انك تدخل لينسيم اللي هي ليكول ناسيونال سوبيريور الكتريسيتي ميكانيك. يعني عندك واحد الفرصه انك هذاك الحلم ديال انك تدخل المدرسه العليا ما تحققش لك في الباك، ممكن انك تحققه بكليه العلوم انك كتدخل. وهذا الشيء راه بزاف. بحال دابا مثلا مشينا غير ليمي غلقاو بزاف ديال الطلبه اللي كانوا في كليه العلوم وجايبين دي مونسيون دو تري بيان دو بيان ودخلوا ليمي. يعني اي مؤسسه او مدرسه عليا ولا معهد عالي حال لو باسغيل ليسونس انجينيور وعنده شي زعما كيلوح لي كونكور ان الطلبه يجتازوا واحد الاختبارات وكذا وهذه. فعندك انت الحق انك تدفع لهم وتقبل فيهم، وداك الحلم ديالك اللي انت
كنتي بغيتي في المدرسه العليا في البكالوريا انك تدخل المدرسه العليا، كيولي ديك الساعه حلم يحقق بالاجازه، يعني فهو فقط يؤجل وصافي. لا فوالا كوم سا ما سوني جامي ترو طار. ني جامي ترو كنتي طار. بغيتيها في الباك ممكن ان تجرب دير تماما باسخيل من تماما داكشي تما، كما ممكن يعجبك الحال في كليه العلوم وتكمل فيها تما الماستر. تماما. يعني كاينين تخصصات في الكليه العلوم اللي صراحه تخصصات عندها واحد المستقبل، وكاينه واحد الرؤيه استراتيجيه يعني من طرف الاساتذه اللي هما حلوا التخصصات. كاين فريمون دي ماستر اللي انتريسون بزاف عندنا تماما في كليه العلوم. تماما. وعلى ذكر قلنا القضيه ديال الباسخيل ديال كنتي في كليه العلوم وغتمشي لي زيكول سوبيريور، خاص قلتي المونسيون، خاص النقط يكونوا مزيانين. تماما. دونك غنسولك كنقول لك واش الفاليداسيون سهله ولا صعيبه في كليه العلوم؟ شوف انا نقول لك حاجه، الفاليداسيون فين ما مشيتي، سواء كليه العلوم سواء مدرسه ولا فين ما كان، خصو يخدم الانسان، خصو يخدم. بالنسبه للفاليداسيون فهي بحال كاع الا ما نجحتيش في كليه ما غتنجحش في ايكول، بصح، وما غتنجحش في معهد، فهمتيني؟ دونك هذه ديال الفاليداسيون صعيبه فاليداسيون سهله وكذا، وهذه هادو كيبقاو هادو امور ولا نقاشات اللي هما في غنى عنها. انت كطالب في غنى عنها، انت داخل تتعلم، خصك دير، خصك انت عندك واحد البروجي اكاديميك، ان بروجي ديتود خصك تحققه. مي غادي ندخل نحققه، خصني ندخل نقرا، ماشي ندخل عطيها النشاط والزهو كذا. هو هذاك الجانب ديال باغا يونيفرسيتير راه مزيان، ولكن خصك تعرف كيفاش تستغلو. داكشي اللي عندنا في كليه العلوم كاينين دي كلوب بزاف، يعني داك لونفيرونمون ديال باغا يونيفرسيتير الى كري في لا فاكولتي دي سيونس. الواحد يعرف يستغل داك الوقت الخاوي اللي كيكون في لافاك اون جينيرال. تماما. وبالنسبه لافاليداسيون خصك تكون انت انسان قاري، يعني انت داخل تقرا، راه ما داخلش غادي تدخل باش تستعمل واحد الوسائل بحال الغش، بحال دابا مثلا الغش بالتليفون كذا وهذه. فانت ما يعني انت ما كتستحقش ديك الشهاده اللي غتاخذها في الاخر. يعني انت انسان داخل يقرا، ولا دخلتي تقرا غتفاليدي بالنقطه مزيانه. هاد الهضره ماشي انا نقولها لك كاع الناس اللي فاليدا، كاع الناس اللي دابا دايرين ماستر ولا دايرين مدرسه عليا ولا دايرين شي حاجه بحال هكا، فهما يقول لك الا دخلتي تقرا راه شوف انت شنو كتقلب وانت شنو درتي باش توصل. فهمتيني؟ حيت كاين اللي تيقول لك انا ما فاليديتش العام الاول العام الثاني، وملي كتجي كتشوف هو عاطيها غير الدوران في لافاك وكذا وهذه. فهمتي؟ دونك انت كتبقى اللي كنت، اما الاساتذه اللي غيعكسوا لك باش ما تفاليديش وكذا وهذا، هذاك الشيء راه ما كاينش. انت كتقرا في دابا في الاف اس ار اللي هي فاكولتي دي سيونس دو رابط، كليه العلوم ديال مدينه الرباط. شنو الفرق ما بين اف اس هي فاكولتي دي سيونس و اف اس تي؟ اف اس تي دونك الاف اس تي فاكولتي دي سيونس تكنيك، وكناخذوا فيها واحد الاجازه اللي هي اجازه العلوم والتقنيات، لان هي كليه العلوم والتقنيات. المشروع اللي كاين دابا اللي ولا حاليا في كليه العلوم هو اللي كان في كليه العلوم والتقنيات. كنا مثلا ملي كنبداو مثلا كنبداو بي سي جي تماك، كنا كنكملوا في الليسونس، كنتي كتكمل مثلا الليسونس كتكملها مثلا في لونفيرونمون ايلو، ولا كتكملها مثلا في جيني دي بروسيدي، ولا كتكملها في شي حاجه. فهو هذاك البروجي اللي كاين في الاف اس تي هو نيت ولا في كليه العلوم. كليه العلوم كنتي كتاخذ اجازه، كانوا فيها جوج انواع ديال الاجازات. كانت الاجازه المهنيه والاجازه الاساسيه، لا ليسونس فوندامونتال اي لا ليسونس بروفيسيونيل. كانوا فيها جوج ديال، وفي لي ماستر كنلقاو جوج ديال لي ماستر. كاين الماستر المتخصص والماستر العادي اللي هو ماستر فوندامونتال، وكاين الماستر المتخصص اللي هو الماستر سبيسياليزي. هذا الماستر سبيسياليزي il est plus professionnel على كاع لي ماستر اللي كاينين. الماستر العادي اللي هو الماستر الفوندامونتال كيخليك انك تكمل في ميدان البحث العلمي، انك كتمشي كدير الدكتوراه، ومن بعد الدكتوراه كتقدر تولي استاذ جامعي، ولا تولي باحث مثلا، ولا تخدم في مختبرات سواء عالميه او وطنيه. انك ممكن انك يعني يولي عندك واحد الستاتيو ديال شيرشور، يعني بروفيسور شيرشور. بالنسبه للماستر المتخصص اللي هو ماستر سبيسياليزي،
فهو كيعطيك واحد من بعد كيخليك انك يا تكمل الدكتوراه يا تمشي تخدم. ولكن هو مديول للخدمه اكثريه، لان ملي كنجيو نشوفوا لي تيتر ديال لي ماستر سبيسياليزي هما كاملين عندهم ان تيتر بحال ديال بحال لي تيتر ديال لي ديبلوم دانجينيور، فهمتيني. دونك هو مديول للخدمه، وكاين ممكن ان الواحد يكمل به الدكتوراه ديالو. ملي كنمشيو لي فيستي اللي هي كليه العلوم والتقنيات، فواحد الحاجه اللي غنقدروا نلاحظوها هو ان المدن اللي فيها لي فيستي ما فيهاش لي فيس. المهم لي فيستي المدن اللي كاينه فيها لي فيس بحال دابا مثلا طنجه فيها لي فيستي ولكن ما فيهاش لي فيس، فهمتيني. في الاول كان كيسحب ليا سيتي لا فاكولتي دو سيونس ديال طنجه، ما كانش كيسحب ليا لا لا هي لا لا، هي لي فيستي فاكولتي دي سيونس تكنيك، داكور. فهمتيني. هادي الولوج لي فيستي كيطلب نقطه طالعه. اوكي. باش نكونوا مفاهمين، لي فيستي كيطلب بعدا عندك احد لي فيستي سي ايكيفالون لو اس تي، غير هذه ايكول وهذه لي غير هي لي فيستي في الاجازه ديالك كتقرا فوندامونتال كثر، يعني اكثر هي العامين الاولى. لو اس تي لا، حنا لو اس تي ملي دخلت انا العام الاول صافي بدينا كنقراو اي حاجه بروفيسيونيل من الدقه الاولى. وي قرينا شويه، قرينا تو سكي الجبر اناليز تيرموديناميك تيرموشيمي، هذا في الدومين يعني المهم في الدومين سيانتيفيك ديالي. حيت ولكن غير هو الفرق اللي كاين هو ان لو اس تي ممكن نلقاو فيها عاوتاني دي فيليير ايكونوميك. باغ كونطخ لي فيستي فيها غير سيونس تكنيك، يعني كنلقى فيها الفيزيك شيمي انفورماتيك ماتيماتيك بيولوجي جيولوجي، وكنلقاو دي سيكل دانجينيور فيها، وكنلقاو دي ماستر فيها، دي ماستر سيونس تكنيك. لي ماستر سيونس تكنيك ديالها ممكن اننا نكملوا بهم نخدموا بهم، وممكن اننا نكملوا بهم دكتور. راه غنسولك واحد السؤال، غنقول لك حيت هذه معروفه ودي ريمير كيدوروا بزاف كيقولوا بان اي الناس اللي كيتخرجوا من اف اس ار ولا اف اس ان جينيرال لا فاكولتي دو سيونس كليه العلوم كيوليو اساتذه. واش هادشي الهضره كاينه ما كايناش، ولا كاين طرق زعما خدمات وحده اخرين ممكن دير من موراها كليه العلوم؟ لا ما هادشي غير صحيح. ما كاينش بان كتولي غير استاذ. بعدا ملي كنقولوا استاذ واش استاذ التعليم السلك الثانوي ولا الاعدادي ولا استاذ جامعي جامعي دونك هادشي ما كايناش الا مشيتي في دومين دو ريشيرش، من غير الا مشيتي خديتي الدكتوراه ديالك ومشيتي في دومين دو ريشيرش. غير هو علاش كيكونوا علاش يعني هاد الهضره كدور، هاد الاشاعه كدور بالضبط، لان هو اكثر عدد ديال الاساتذه الجامعيين في ميدان العلوم كيخرجوا من كليه العلوم. علاش؟ لان كليه العلوم تقريبا من بين المؤسسات الوحيده اللي عندها واحد الميزانيه ديال البحث العلمي. كاينين دي لابو، يعني هي كتوفر لك الظروف ديال البحث العلمي، واخا هي ماشي شي ظروف اللي كبيره، ولكن مهم يعني كتعطيك لوبورتو. يعني ملي كنجيو نشوفوا حنا لو سو ديال لي دكتورون اللي كاينين في كليه العلوم مقارنه مثلا مع المدارس العليا مثلا، وكليه العلوم تلقاها متريبليه، يعني ضربه في التريبل تقريبا. شوف على حساب انت فين بغيتي تختار، انت فين بغيتي تمشي للبحث العلمي بغيتي تولي استاذ جامعي، كتختار التخصصات ديال الماستر الاساسي، يعني لو ماستر فوندامونتال. بغيتي تمشي في التخصص ديال بغيتي تمشي للتوسكي بروفيسيونيل، يعني تاخذ الماستر ديالك ولا عندك ان ستاتيو ديال انك تخدم، كتمشي في الماستر المتخصص لو ماستر سبيسياليزي، فهمتيني. هذا بزاف ديال الناس ما كيعرفوهاش، فبعض المرات الناس كيقول لك انا اي ماستر جاني نمشي ندير، فانا كيوقع في واحد الغلط كبير. لان ملي غتاخذ داك الماستر فانت مسؤول عليه، ماشي تقول لا راه الدوله ما خدماتنيش، لا انا ما لقيتش خدمه، لا انا كذا. هذه كنرجعوا هنايا للتوجيه الذاتي التوجيه الذاتي تماما كاع داكشي اللي قلنا في الاول تماما. دونك غادي نقول لك ايمن، بعدا انا صراحه هاد المعلومات كاملين اللي قلتي اليوم انا بعدا ما كانوش في راسي، كانوا في راسي في الوقيته اللي خديت الباك كنت بعدا كان ممكن نفكر انني ندخل كليه العلوم. كاع لي زيتيديون اللي خداو الباك ديالهم عاد غياخذوا الباك ديالهم ان شاء الله، حتى اللي ياخذوا الباك. حتى دابا كاين اللي باقي باقي تالف. دابا كاين اللي دار العام الثاني مور الباك وباقي تالف. وباقي تالف. دونك شنو هما النصائح ولا كونساي تقدر تقول لهم؟
النصائح هو اول حاجه هو الانسان يحط واحد البروجي ديتود يريح مع راسه. واحد خصو يتعلم يهضر مع راسه. انا شنو بغيت ندير، شنو البروجي، انا شنو بغيت ندير. انا عندي واحد البروفيل اكس خصني نوصل ليه. هذا البروفيل اكس خصني نبدا نقلب شنو خصو يكون عنده. مثلا انا بغيت نكون انجينيور في الانفورماتيك، اوكي نمشي نقلب على لي باركور كاملين اللي يمكن لهم يوصلوني البروفيل انجينيور انفورماتيك. كاين اللي بدا من ليستير، كاين اللي بدا من ليستير ولا انجينيور في جوجل، كاين اللي بدا من ليستير. دونك حيت علاش لا فورماسيون ديالك انت ديال داك البروفيل ما محصوراش فيها فقط الجامعه. الجامعه كتلعب دور كبير، ولكن راه انت هو سيد نفسك. حيت في الاخر ما تلوحش الفشل ديالك على شي واحد اخر. يعني هنايا اهم حاجه هو انك تعرف الطريق اللي بغيتي تاخذ، ويكون عندك ان بروجي، يكون عندك مشروع ملموس. وهذا المشروع راه ما كيكونش غير يعني هو حنا حياه كامله كنعيشوا كمشروع. عندك واحد البروفيل، عندك واحد الهدف خصك توصل ليه. يعني كتاخذ هذاك المشروع كتبحث. اول حاجه خصك البحث، خصك الاراده. انا واخا يكون الفشل الاول ولا الفشل الثاني الواحد يبقى مصمم. انا راه الماستر ديالي ما درتوش في العام الاول، كنت درت ليسونس بروفيسيونيل وما جبتش ماستر داك العام، ومشيت درت ستاج ديال 6 شهور. المهم كان واحد المعاناه اللي هي كانت كبيره، لكن عادي، هذه هي الحياه كتعلم معاها. كاين دي زيكسبيريونس وكذا. وهادي العام اللي موراه بقيت مصمم ان ندفع الماستر، في حين كاينين شي اصدقاء اللي هما استسلموا. انا بقيت مصمم باش لان علاش عندي واحد الاراده، عندي واحد المخطط خصو يدار، وعندي واحد البروفيل خصني نوصل ليه. يعني خصني كنحط واحد المشروع اللي هو مشروع ملموس، مبني على دي زارغومون، مبني على بحوث اللي تداروا، وواحد خصو يدير. ثاني حاجه هو كيف قلنا من غير دابا حنا درنا المشروع. يعني انا دابا انا انسان يلا خديت الباك، درت المشروع ديالي، قلبت مزيان كذا هادي، قلت صافي انا خصني نوصل بروفيل ديال انجينيور انفورماتيك. خصني ندوز دابا لوطو فورماسيون. لوطو فورماسيون فيها بزاف ديال الحوايج. لوطو فورماسيون فيها حتى المهارات المكتسبه في الحياه. يعني انني خصني بعدا نكون اكتيف في البارا يونيفرسيتير. البارا يونيفرسيتير مهم لواحد الدرجه ما كتصورش واحد يعني البارا يونيفرسيتير شي حاجه اللي هي ضروريه في حياه الطالب. حيت البارا يونيفرسيتير كيخليك انك تولي بروفيسيونيل، هذه الاولى. وملي كتولي انت بروفيسيونيل ديك الساعه الولوج ديالك لو موند بروفيسيونيل كيولي ساهل. يعني هنايا حتى لوطو فورماسيون خصها تكون ضروريه. وملي غادي ندير واحد الباركور ما ننساش واحد الحاجه، ما ننساش لي ستاج. لي ستاج مهمين حتى هما. اون فوا نوصل دوزيام اني ولي نحس براسي مثلا في الفورماسيون ديالي كنقيس شي حاجه بروفيسيونيل، نمشي في داك الصيف ندير 10 نمشي ندير ان ستاج كنعرف هاد الخدمه كيفاش كدوز. يعني كتولي اي حاجه تزادت في الراس فهي مزيانه. زائد ان خص يكون الواحد يكون معقول. ضروري النجاح ضروري خصك تكون مصمم، مخطط وتكون معقول. شكرا ايمن بزاف على لي زانفورماسيون اللي قلتي اليوم، حنا استفدنا منهم بزاف. وان شاء الله نعاودوا نتلاقاو في دوطخ فيديو مع دوطخ فيليير و دوطخ فاكولتي في دي فيديو واحده اخرين مع يونايتي.